ارفع المشروع على الجيت هاب اكشن رانر. انا المشروع شيء اصلا رافعه على هذا الدومين، وبس انا مسحته على مود اصور الفيديو. طبعا اشتريت من ديجيتال اوشن سيرفر، فانا كل راح استخدم ترميوس على مود ارفع المشروع. طبعا احنا اول شي نحتاج يوزر ندخل بيه غير هذا الروت. فاني هسه عندي لستة مال يوزرية، هذول يوزرية. انا لقيتها هذا الاكشنز انا سويته قبل فترة، فانا راح اخرج من هنا وراح احاول ادخل له اكشنز رانر. هسه انا دخلت له، بس انا قبلها احتاج انه اسوي فولدر. احتاج انه اسوي اكزت، بعدين انه احتاج اسوي دايركتوري opt actions 3 مقدر. هسه اسوي دايركتوري opt actions 3. فاني هسه راح انطي صلاحية انطي صلاحية اليوزر مال اكشنز رانر لهذا الفولدر. فانا راح اسوي count actions runner هذا اليوزر وهذا الجروب var opt actions 3. فهسه تمام. هسه نقدر ندخل هذا اليوزر actions runner وندخل بعدين للدايركتوري هاي opt actions 3. هسه بما انه داخله راح اسوي نيو سيلف هوستد رانر على نظام على اوبريتنج سيستم لينكس. create a folder. هاي الخطوة ما احتاج، احنا اصلا سوينا فولدر. راح ابدي باذن هاي الخطوات. بعدين validate هاش، بعدين نسوي extract للانستولر. بعدين create the runner. بس نضغط enter إلى أن يخلص الخطوات. بعدين نسوي run إليه. هسه إذا رفرشنا الصفحة راح نشوف الرنر. رفرشنا الصفحة راح نشوف الرنر مشتغل، تكريت الرنر والستاتس مالته مشتغلة. الفكرة هنا هسه احنا ما نقدر نستخدم هذا ./run.sh، لان هو لما SSH سيشن وقتها تخلص، انه مثلا اذا سدينا السيرفر او سوينا اكزيت الاكشن هاي راح تنطفي. فاحنا لازم نبقيها مشتغلة. على مود نبقيها مشتغلة راح نستخدم svs.sh. شلون نستخدمها؟ sudo svc install. هي اصلا موجودة عندي، فراح اسوي لها install وبعدين اسوي لها install مرة ثانية، وبعدين استخدم start. هسه لما سوينا start راح مشتغلة. فاحنا هسه سوينا start للهاي السيرفيس. فانا كل اللي راح اسوي exit، راح اسوي clear. بعدين راح اسوي دايركتوري داخل الvar www نسميها لغاتي front end 2. احنا سوينا هاي الدايركتوري. فاحنا نروح للكود. على انا مسوي البرانش مالتي مال الماستر. اكو فولدر تسوي فولدر اسمه الدايركتوري مالتك .github، بعدين work flows، بعدين اي اسم للفايل .yaml. انا هذا اللي مسوي حاليا. هو المشروع تاع ستارك راوتر. راح يشتغل على كل مرة اسوي بوش على البرانش مال ماستر runs on self hosted، لان احنا الكونفيجريشن مال السيرفر مالتنا. ونتبع هاي الخطوات انه راح يتأكد انه الكود هذا موجود.
راح يسوي سيت اب للنود انفايرمنت، راح يسوي انستليشن للديبندنسي مالتي، وراح يبني البروجكت. وبس انه انا حاط بالاي ام في هذا الراوت مال الباك اند، وبعدين ويب سيرفر دايركتوري هنا دا اسوي ريموف اليه، بعدين دا اسوي كوبي من الملفات دا احطها داخل السيرفر. ليش دا اسوي هيك؟ لان انت الفايلات اللي داخل الديست مال بيلد، هذين الفايلات هن انت تحتاجن حيكون على هاش نيم محدد. هذني انت تحتاجن على مود الموقع مالتك يكيشن، يحتاج تكون الملفات نفس الاسم. بس في حالة انه انت غيرت بالملف مال CSS مثلا، في حالة انه انت غيرت، اذا انت هم جيت بالسيرفر بقيت رفعت نفس الاسم، بما انه نفس الاسم معناته نفس الفايل، بحيث ما تغير بيه اي شيء، ما صارت بيه التعديلات اللي ترددها، فما راح يجي تصير التعديلات. فانت اللي تحتاجها انه انت هذا الملف يعني فهو اللي يصير انه ما دام انت غيرت بالفايل مال globals.css راح يتغير الهاش نيم مال الفايل، وبعد هذا راح انت تحتاج انه تغيره بالسيرفر. فانت اللي تسويه انه تمسحها الدايركتوري هناك وترجع بس يعني نضيفها مرة ثانية. فلهذا هي انا هذا اصلا كاتبه، بس راح اسوي له رن مرة ثانية. انه مثلا راح ارجع هنا، وبعدين راح اسوي اي تعديل. خربتها. بعدين راح اسوي اي تعديل عليها على مود يشتغل رانر. commit changes. فداخل الاكشنز راح يشتغل الاكشن مالتي. هو راح تشتغل خطوات الستبس كلها واحدة ورا الثانية. هسه بس ننتظرها تكمل. هنا قال لي انه لغات فرونت اند ماكو هيك فايل صحيح، لان احنا اصلا غيرنا قبل شوية بس انا نسيت. فانا هسه كل اللي احتاج انه ارجع للماستر، فانا هسه راح اسوي انه نرجع للفايل ونسمي هذا لغات لغاتي فرونت اند، انا سميته 2. فاني هسه المفروض اسوي كومنت للتشينجز راح يشتغل. السيرفر مالتي اللي انا بعده طافي، فالارر هذا ظهر لانه ما منطي صلاحية لل actions runner لهذا الفولدر اللي هو لغات فرونت اند. فانا راح انطي صلاحية sudo actions runner var www لغاتي فرونت اند 2. فانا اسمي منطقة صلاحية، فاني بس ارجع شغله للرنر نفسيته ريران. هسه الخطوات كلها كملت، هسه كلها كملت. السيرفر بعد الان طافي، فاني بس بعد لي خطوة انه اسوي سيت اب للنجينكس كونفيجريشن. شلون اسوي هيجي؟ انه باتي هسه احنا دخلنا داخل الملف. انا راح انسخ هذا اللي اصلا كنت كاتبه قبل شوية، بس انه راح اسوي لسن على البورد 80. سيرفر نيم لغاتي سبيس مال الدومين مالتنا. الروت راح اغيره اسميه اخلي الدايركتوري 2 لان هذا مالتنا لسه جديد. راح وهذا بس انه يقول لنا انه شكو صفحة يدخل الها شكو صفحة يكتب بيها بالدومين مالتنا كلها راح يسوي سيرف للاندكس.html مالتنا. فاحنا هسه بس نطلع
ونسوي فسنس نطلع ونسودو systemctl restart nginx. هسه هو مشتغل على هذا. احنا اخر شي سويناه هو انه حطينا config داخل هذا الملف. فاحنا لما ندخل على http احنا لما ندخل على http://logati.space راح يظهر this site can't be reached. وهاي انه لازم نستخدم search bot مال SSH. هذا www.logati.space. تمام. واخر شي انه بس نحتاج نحط هذا الconfig نانو نحتاج نحط هذا الconfig مال SSL http to server name logati.space على هذا الروت. وهاي الSSL certificate نحن نخزنها بعدين. فاحنا هسه نحتاج نشيك الستاتس مالته كل شي تمام. هسه نحتاج نسوي ريلود إليه. نحتاج نسوي ريستارت. تمام. هسه تمام. هسه راح يشتغل موقع. هاي